السلام عليكم. عليكم السلام. تعرفون أن صبركو أرسل لي هدية صح؟ ايوه جاتني الهدية. مبروك مان. هل تريدون أن تعرفوا ما هي؟ لا لا. هذه هي الهدية التي أعطاها لي صبركو. هنا سأسكت قليلا. لحظة عم تسجل؟ يا ارجع عيد. هنا امسحوا ذاكرتكم الحين. ايش شايفنا اس اس دي احنا؟ شوفوا الميكروفون يا شباب. والله اسطوري مان. وأرسل لي ماء زمزم. واو وش هي؟ كفى عليك معك ريال. الله يبارك فيك. وأيضا ميكروفون المتنقل. حق الجوال ليتس جو. الشيء الذي بهرني أنه يعمل حتى في الكاميرا. كفو إذا لم تلاحظ السماعات. مان، لك ان شاء الله الف مبروك يا رب. هي بتكون هيك مبروك يا بداية. أسمعكم مش كتب لي صبركم؟ لا أبغاكم تبكون. أوكي. دعوني أخبركم الكلام أولا. دمعت عيني. سوف أخبركم الآن ماذا كتب صبركم في الرسالة. هذا سأرفعه. ما زمزم نو. لا، هدية بسيطة لصديقي الحالم. انت اسمك حالم؟ هدية بسيطة لصديقي الحالم. مرحبا عماد، كيف حالك؟ أعلم أنك مصدوم بما هو موجود في الطرد. أشياء غالية قد تبدو في نظرك لكنها بسيطة في نظري. منذ اليوم الذي عرفتك فيه يا عماد وأنا أرى نظرة الحالم الذي كانت تسكن عيوني ذات يوم. كمل يا جار. يوما بعد يوم أرى حماسك يشتعل في داخلك لكي تصل لأحلامك وتحقق مرادك بأي ثمن، بالرغم من عدم وجود إمكانيات إلى أنك تكافح بشتى الطرق. عكسي أنا كنت واقفا مكاني أنتظر من يكملني لكي أبدأ المسيرة نحو أحلامي وكوني شخصا قنوعا. زاد الأمر سوءا، حيث مع الوقت شعلة حماسي بدأت تخبو وأحلامي بدأت تتلاشى بسبب غياب حماسي لبلوغها. عليه والله. لا، ولا أقول أن ليس لي أحلام، ولا أقول أني عديم الحماس. ما أسعى لقوله هو أنني لن أسمح لشعلتك يا عماد بالانطفاء، بالرغم من أني واثق من أنك شخص عنيد ولا يمكن لأي شخص إيقافه للوصول لمراده. حرفيا قال انك انت بتناحة الحيط. هذه أعتبرها مدحة. ربي خرج لك اخرج معاه ما تزيدوش تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. العرق الجزائري طلع. والله ازعاج يا رجل. رجلي بالعافية عليك. بدي افهم ليش وقع الميكروفون على وجهك موسى. ما وقع لي وشي، لا ضربت رجلي انا ضربت محاولة. المهم عماد كمل. وفرت لك هذه المعدات فقط لأدفعك للأمام نحو أحلامك وأضمن عدم توقفك. أنا لم أجد من يساعدني وقت طلبت المساعدة، ولم أجد من يدعمني وقت بدأت المسيرة نحو أحلامي. لم أشتكي ولم أتحطم، بقيت أمشي مستقيما في دربي ومفوضا أمري لله عز وجل. رويدا بدأت الأشياء تأتيني لوحدها، من بين هذه الأشياء أصدقاء داعمون لي في مشواري، والذي كنت أنت منهم يا عماد. قلبي يا قلبي. بسم الله، رسالة والله مؤثرة الصراحة. رسالتي لك يا عماد: كن نفسك ولا تتغير مهما أعطتك الحياة من كدمات، فطالما كنت طيبا وداعما لأصدقائك سوف تترك أثرا طيبا ويدور الخير الذي صنعته ويرجع لك. هذا الطرد إثبات لكلامي. قلبي يتحطم. ووفقك الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم، صديقك صبركم من واتسوف. صفق. عم اتعرق حتى العروق اللي بجبهته طلعت. هذا هو البكاء الداخلي برو. انها الصدمة العاطفية جتك. تدري ماذا أحسست عندما استلمت الهدية؟ ايوه أحسست بالطوف. اللي تبغى ترده. احمد محسن. انبسط فيها يلا. والله أنا جدا سعيد لدرجة الحزن. عملت لوب انت. لعب بطاقة اوناكس المشاعر. انا صراحة ما بقدر لومك، لو كنت مكانك كمان كنت ححس نفس الشيء. اكشلي اوريدي انا صار معي هيك شيء تقريبا مشابه، وفعليا حسيت نفس الشيء. بس اهم شيء تعرفوا انه هلا لازم انك توقف كل شيء وتكمل مساواة فيديوهاتك. هذه المعدات لا تساوي شيئا امام هدية اعطاها الله الي وهي اصدقاء. ما شاء الله. والحمد لله قلتها له قبل ان تستلم الهدية. لا انا فاعبر. ما تحتاج تعبر والله ابتسامتك المشكلة هي كل جالس شيء. تكلم ناس تعبيرهم صفر. حتى انا هذه المشكلة، تعبيري انا صفر. يعطيه الف عافية يا رب. الله يجعلها في ميزان حسناته في رمضان. الحمد لله. وهي عيديتك حرفيا خلاص هذه عيديتي لكل سنوات حياتي. انا والله هيك لما بعثت لي ريم درع اليوتيوب جابت لي اياه ومعاه كمية نودلز من كل الماركات بالعالم. طارت من الفرحة. شفت الستوري يا والله صراحة يومها كثير فرحت، يعطيها الف عافية. فبقدر افهم شعورك. هل انت عطست معاه؟ خلاص قولوا باي باي. تابع اديب. تابع اديب. وسعد. وينه؟ لا بس اديب. تابع اديب موسى صبرك و سعد. تابع اديب. باي باي. تابع اديب. باي باي.